السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبكل سعادة. أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا شكل طاجن اللحمة يفتح النفس. بصوا شكله، بصوا جماله، بصوا كده والفحم بيتحط عليه. شفتوا طاجن اللحمة بالبصل للدايت؟ يا ترى بيتعمل إزاي؟ عجبكم الطعم؟ بقى ما أقولكوش، الطعم حكاية والريحة حكاية. هو ينفع نقدر ناكل من طاجن اللحمة ده في الدايت؟ ايوه ينفع. طيب هنعمله ازاي؟ وهناخد كمية قد ايه؟ وسعراته الحرارية قد ايه؟ هو ده اللي هقول لكم فيه في الفيديو. ولكن لحد ما نقول لكم الطريقة والتكات والحركات، انزلي اعملي لنا لايك جميل منك على الفيديو، واعملي لنا لو اول مرة بتشوفيني اعملي لنا اشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد. بصوا المنظر لا يقاوم. آه، لحمة، طاجن لحمة بالبصل، صحية جدا بدون أي دهون، أو لو حطينا معلقة سمنة صغيرة كده عشان الفحمة تعمل ريحة في اللحمة. بس هو ده اللي احتاجناه. هنقول لكم السعرات وتعالوا بينا نشوف التكات والحركات والطريقة والمقادير. خليكم معايا. معانا زي ما انتم شايفين كيلو لحمة قطعناه مكعبات صغيرة وغسلناه كويس جدا جدا جدا. ومعانا حوالي 4 بصلات قطعناها زي ما انتم شايفين. ومعانا طماطم، ومعانا فلفل اخضر حراق. برضو لو انت عايزاها سبايسي حطي الفلفل ده، لو انت مش عايزاها حراق حطي فلفل رومي حسب رغبتك. طبعا اللحمه احنا غسلينها كويس جدا جدا، غسلينها اكتر من ميه تحت الحنفيه ومصفين الميه بتاعتها تماما ونضيفه زي ما انتم شايفينها كده، ونقطعها مكعبات صغيره. طيب هنبدأ نعمل ايه؟ هنجيب الكبة بتاعتنا وهنحط الطماطم والبصل والفلفل الاخضر، وهنبدأ نفرم الخلطة بتاعتنا دي في الكبة. طبعا الكلام ده انا عاملاه من بالليل، يعني انا عاملة الطاجن النهاردة. الكلام ده احنا بنبدأ نعمله من بالليل، لان طاجن اللحمة ده كل ما هيقعد في التتبيلة بتاعته كل ما هتلاقي طعم مفيش بعد كده، طعم حكاية. زي ما انتم شايفين كده هنبدأ نضرب البصل والفلفل والطماطم بتاعتنا ضربا مبرحا. وعلى ما نضربه ضربا مبرحا انزلي اعملي لنا لايك تاني للفيديو. ما تنسوش تعملوا اللايك رجاء، اللايك والشير للفيديوهات عشان نعمل لكم وصفات تانية جديدة وكتيرة. هنبدأ نضربه ضربا مبرحا. آه تاني، انا حاطه الفلفل ده عشان احنا ممكن ناكلها سبايسي شويه. لو مش عايزاها حراقه حطي بدل الفلفل الحراق ده حطي فلفل رومي. طيب بعد ما نضرب الكميه بتاعه البصل بتاعتنا كلها هنعمل ايه تاني؟ هتشوفوا دلوقتي هنعمل ايه بالظبط. البصل على الطماطم على الفلفل، وهنحط بهارات ايه بالظبط؟ هتشوفي معايا، خليكي معايا اوعي تروحي في اي حته تانيه. بنضرب الكمية البصل. طبعا الكيلو اللحمة حطينا له حوالي 4 بصلات أو 5 بصلات. حطينا له قطعنا له حوالي 3 طماطمات. حطينا له 3 قرون فلفل. الفلفل ده حسب الرغبة زي ما انت عايزة، حط كتير حط قليل ده حسب رغبتك انت. ضربنا البصل بتاعنا، خلصنا الكمية بتاعتنا كلها. هنبدأ نفضي البصل بتاعنا كله في طبق يكون غويط زي ما انتوا شايفين كده. وهنبدأ نحط البهارات بتاعتنا بتاعت اللحمة كلها هنحطها على البصل ده. طيب هنحط ايه؟ هنحط ملح، وخدي بالك ما تكتريش الملح لانها مع الغليان في التسوية بتحدق لوحدها، فيدوب نحط سنة صغيرة جدا. ووقت ما تيجي تسويها إن اذا حسيت انها احتاجت ملح حط لها ملح تاني، لكن خدي بالك لان هي مع الغليان بترجع تحدق. هنحط سنة ملح صغيرة، هنحط فلفل اسود، هنحط بهار، هنحط كركم، هنحط بصل بودر، هنحط توم بودر، هنحط شوية كركم صغيرين، هنحط شوية كاري صغيرين. كل التوابل اللي عندك حطيها. هنجيب كام ورقة لورا وهنكسرهم ونحطهم.
اللورة حلوة جدا في اللحمة، بتديها ريحة وطعم حلو جدا. دي البهارات بتاعتنا، بصل بودر، توم بودر، ملح، فلفل اسود، حبة كاري، حبة كركم، حبة بهار، كام ورقة لورا هنكسرهم ونحطهم مع البصل، وهندعك كل ده كويس جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده. ده ورق اللورا بنكسره ونحطه مع البصل. معلش بقى انا ما بعرفش البس جوانتيات وانا بقلب الحاجه، بحب اقلب الحاجه، بس انا ايدي نظيفه الحمد لله وغسلاها كويس جدا، فانا بحب اقلب الاكل بتاعي بايديا، ما بعرفش البس جوانتيات واشتغل بالجوانتيات. هنبدا نقلبها تقليبه كويسه كده البصل بتاعنا، وهنحط مكعبات اللحمه بتاعتنا اللي احنا مقطعينها، وهنقلبها في قلب البصل والتتبيله بتاعتنا. طبعا يفضل اللحمه تكون حمرا، تكون حمرا تماما. هنبدأ نقلبها اهو زي ما انتوا شايفين كده. وبعد ما نقلبها كويس جدا هنغطي الطبق بورق استرتش، وهنشيل الطبق بتاعنا ده في التلاجة من بالليل. انا عملت القصة دي كلها امبارح بالليل الساعة 10 مساء، وسبتها بايته في التلاجة كده في التتبيلة، ياخدوا مع بعض كده ويدوا مع بعض طول الليل في التلاجة، عشان ايه؟ تدينا احلى طعم واحلى ريحة تاني يوم. هنغطي الطبق بالاسترتش بتاعنا، وهنوديها على التلاجة مباشرة. وتعالوا بينا نشوف تاني يوم لما نيجي نطلعها هنبدأ نعمل ايه بالظبط. خليكم معايا، اوعوا تروحوا في اي حتة تانية، وما تنسوش اللايكات، انزلوا اعملوا لنا لايكات للفيديو بتاعنا. ده شكل الطبق بعد ما لفيناه بالاسترتش بتاعنا، وهنشيله في التلاجة. تعالوا بقى لما نيجي نسويها هنعمل ايه. وطلعنا اللحمة بتاعتنا تاني يوم الظهر كده عشان هبدأ اسويها. طبعا انا مش هحطها في الطاجن، لان الطاجن لو اتحط على النار ممكن يفرقع مننا. احنا بنحطها تاخد وتدي مع بعض شوية كده على النار في حاجة ألمونيا، قبل ما نحطها في الطاجن وندخلها الفرن زي ما انتوا شايفين كده. حطيناها في صينية ألمونيا على البوتاجاز، وهنحط لها شوية مية صغيرين، وهنسيبها نوطي عليها النار خالص، تقعد شوية كده بتاع. انا سبتها على البوتاجاز بتاع ساعة الا ربع، يعني لما بتقرب تدخل في السوا بنقوم حاطينها في الطاجن وندخلها الفرن زي ما انتوا شايفين كده. ممكن نحط لها معلقة سمنة صغيرة، وطبعا تكون سمنة بلدي. حطينا نص كوباية مية مع اللحمة، وهنحط معلقة زبدة صغيرة، وهنسيبها تستوي مع بعضها، وبعد كده هوريكم هنعمل فيها ايه بالظبط. بصوا شكلها جميلة جدا لما باتت في التتبيلة بتاعتها. كل ما تبات في التتبيلة وتقعد في التتبيلة بتاعتها بتديها طعم حلو جدا. معلقة الزبدة هي اللي حطيناها معاها، ما بنكتر لهاش لان هي اللحمة طبيعي فيها نسبة دهون بتنزل فيها في اللحمة. احنا حطينا معلقة صغيرة، لو مش حابة تحطيها ما تحطهاش، اختياري يعني. بصوا اللحمة بتاعتنا بتغلي على النار زي ما انتوا شايفينها كده، بدأت تغلي على النار اهي. هنوطي عليها النار ونغطيها ونسيبها، هنسيبها بتاع ساعة الا ربع كده مع نفسها، ونهدي عليها النار تماما ونغطيها. خلاص كده اللحمة بتاعتنا بدأت تدخل في السوا، يعني اللي هو بنحط كده المعلقة فيها تبدأ تتقطع معانا. هنجيب الطاجن بتاعنا، وخدوا بالكم الطاجن يدخل جوه الفرن يسخن الأول.
حطينا الطاجن ده في الفرن الاول يسخن وهو فاضي. هنطلعه نبدأ نحط اللحمة فيه بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده، وهندخله الفرن عشان يحمر ويدينا طعم اللحمة المشوية. البصل اللي باقي في الصينية نحطه كله معاها، ما نسيبش اي حاجة. حطينا الطاجن بتاعنا اهو، هنبدأ كده ناخده زي ما هو ندخله الفرن ونفتح عليه الشواية. هيكمل بقية تسويته في الطاجن ووشه هيحمر. الطاجن بتاعنا قعد نص ساعة في الفرن تحت الشواية، والفرن شغال والشواية كمان شغال. طلع بالشكل ده. هنكون طبعا حاطين حتتين فحم على النار، نسيبهم يولعوا وبعد كده هنجيبه نقوم حاطينه في وسط الطاجن كده عشان ياخد ريحة اللحمة المشوية. بعد ما نسيبه متغطي حوالي 5 دقايق هنبدأ نغرفه، واخدين معاه 5 معالق رز وسلطة. وجبة متكاملة جدا. السعرات الحرارية بتاعتها بتاعت اللحمة وبتاعت ال5 معالق الرز هتكون حوالي 700 سعر حراري. اللحمة بالرز بالسلطة بتاعتنا الوجبة كلها حوالي 700 سعر حراري. منظرها وشكلها وريحتها وطعمها حكاية. وبألف هنا وبالشفا. يا رب تكون وجبتنا النهارده عجبتكم. ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو، ولو اول مره بتشوفونا اعملوا لنا اشتراك للقناه عشان يوصل لكم كل جديد. واستنوني في وصفات تانية. وخلص كده طاجن اللحمه بتاعنا اللي بالبصل، ينفع تاخديه في الدايت مفيش مشكله منه. بالهنا والشفا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.